بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ما شاء الله منظرها بشهي القلب، يا هيك الجبنة يا أما بلا. اليوم بدي ساوي لكم الجبنة القريشة والجبنة الدهن بأبسط طريقة وبمكون واحد، وبتطلع معكم أحسن من الجاهزة. شرفوا معي. وهي الجبنة الكريمية، شوفوا لي ما شاء الله على هالقوام يلي بيفتح النفس، يا هيك الجبنة يا أما بلا. ولسه إذا خليناها لتاني يوم بناخد قوام أطيب وأفضل. في عندي 5 لتر من الحليب الفريش. أول شي بدنا نغليهم لحتى يتعقم الحليب تبعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل ما كان الحليب ظريف بناخد طعمة أطيب للجبنة اللي عم نعملها. وحرارة الغاز بدي إياها وسط لحتى الحليب ما يشوط معنا، بنخليه يقلب قلبتين وبنطفي عليه. بسم الله. بس فار الحليب معنا بنتأكد إنه تعقم 100%، بنطفي عليه. وشوفوا ما شاء الله كمية الدسامة اللي موجودة بالحليبات. ل5 لتر حليب بدي حط عليهم نص كاسة شاي من الخل الأبيض، وفيكم تحطوا عصير الليمون بس الخل أفضل لحتى الجبنة ما تطلع حامضة معنا. شوفوا اخواتي، نص كاسة بتكفي وزيادة. هلا بنزلها فوق الحليبات وبعمل لهم تحريكة. بسم الله. وفورا بتلاقوا انه الحليب قرش معنا، يعني فرط. هي اسهل طريقة جبنة ممكن تساووها بالبيت بطريقة سهلة وبسيطة، وبتطلع معكم الجبنة اكتر من ذهب. الحليب ما تصفوه فورا، خلوه اقل شي تلت ساعة لحتى يرتاح ويطالع اكبر كمية من القريشة. هلا بنجيب انعم منخل موجود عنا لحتى ما يطلع شي من القريشة اللي بدنا نصفيها، ومنجيب القريشة تبعنا ومنسمي بالله. بسم الله. شوفوا ما شاء الله كمية الجبنة اللي طلعت عندي. أهم شي نصفيها كتير منيح. وهي باقي الكمية. شوفوا من 5 لتر حليب قديش طلع معنا قريشة. بدي اقسم القريشة اللي طلعت معي بالنص، وحدة بدنا نساويها للقريشة وحدة بدنا نساويها للجبنة الدهن. الجبنة الدهن بنخليها شوي فيها مي، والقريشة بنصفيها كتير منيح. شوفوا اخواتي، هي بدنا نساويها جبنة قريشة، بنحطها بالمصفاية وبنكبسها، لازم ما يضل فيها مي ابدا. والجبنة الدهن بنخلي فيها شوية مي لحتى تنفرم معنا على الخلاط. هي الشغلة كتير مهمة. شايفين بهذا الشكل، ولا ابسط ولا اسهل من هيك. بين ما تصفي الجبنة القريشة من المي تبعها خلونا نجهز الجبنة الدهن. أول شي بدي خلاط يكون ابن عالم وناس لحتى تطلع معكم كريمية ومثل الجاهز. هلا بنفضي القريشة بقلب المحضرة تبعنا. بسم الله. ولازم يكون فيها شوية مي لحتى تنعم معكم بسرعة. شايفين بهذا الشكل. بدي نزل عليهم معلقتين كبار من الزبدة، وإذا كانت الزبدة حيواني بتطلع معكم الجبنة أكتر من ذهب. بسم الله. وهي الزبدة بتدوب من حرارة القريشة اللي حطيناها. وملحوا على حسب الرغبة، كمية الملح بترجع لكم. بسم الله. هلا بنحط الملح، بنسكر وبنسمي بالله وبنفرم. وبنعمل لها تقليبة على الخفيف لحتى تنعم معنا كتير منيح. شايفين والله ولا أحلى من هيك جبنة. هلا بنفضيها وبنحطها بالبراد لحتى تبرد معنا كتير منيح ويتقل القوام تبعها. شوفوا ما شاء الله على هالجبنة بتشهي القلب. هلا بس حطيناها بالبراد بورجيكم القوام شلون بيصير معنا. هلا بدي ساوي لكم تتبيلة خارقة لجبنة القريشة وبتطلع معكم أكتر من ذهب. شوفوا اخواتي، هيك بعد ما صفيناها شايفين ما شاء الله طالعة مثل القالب، هيك بدي اياها تطلع معكم. هلا هي القريشة فينا نضيفها للحلويات، واذا بدنا نضيفها للحلويات ما بنحط لها اي شيء. واذا بدنا نساويها جبنة اول شيء بدنا نملح، والملح على حسب الرغبة. بسم الله. اختياري بدنا نحط حبة البركة والسمسم، بيعطيها طعمة كتير طيبة. شايفين بهذا الشكل. المكون الأساسي المحلب بيعطيها نكهة كتير طيبة وطعمتها بتختلف 180 درجة. بدنا نحط براس المعلقة لحتى الجبنة ما تمرمر معنا. شوفوا اخواتي بهذا الشكل. وهلا بدي اعمل لها دعكة محترمة مع السمسم وحبة البركة. هلا بدنا اي علبة موجودة عنا لحتى نعطيها قوام الجاهز، بنفضيها بقلبها وبنكبسها كبسة بسيطة، هيك بتطلع معكم مثل قالب الجبنة. ولا ابسط ولا اسهل من هيك. شوفوا بهذا الشكل. هلا بعمل لها رشة حبة البركة ورشة سمسم، بعمل لها تكبيسة بسيطة وبنضبها بالبراد لحتى تاخد شكل القالب يلي نحن بدنا اياه. خلونا نقلب الجبنة وورجيكم القوام يلي طلع معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فولي ما شاء الله على هالمنظر يلي بشهي القلب. شايفين ما شاء الله طالعة معنا مثل القالب. هلا خلوني اقسمها وورجيكم القوام يلي طالع معنا. بسم الله. لك يا هيك الجبنة يا أما بلا، والله طالعة بتشهي القلب. وهي الجبنة الكريمية، شوفوا لي ما شاء الله على هالقوام يلي بيفتح النفس، يا هيك الجبنة يا أما بلا. ولسه إذا خليناها لتاني يوم بناخد قوام أطيب وأفضل. هي الكمية أخدناها من 5 لتر حليب. شوفوا ما شاء الله قوام الجبنة بشهي القلب.
هلا بنسمي بالله وبنحط على الخبزة تبعنا. بنقول بسم الله وبندوق الجبنة اللي ساويناها. بسم الله. بنلحقها بكاسة شاي. والله ما بتفرقوها عن الجاهز، والدسامة تبعها بتشهي القلب، يا هيك الجبنة يا اما بلا. هي الجبنة إذا بتحطوا لها شوية عسل بتطلع معكم أكتر من ذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ما شاء الله منظرها بشهي القلب، يا هيك الجبنة يا أما بلا. شايفين ما شاء الله القوام تبعها شلون متماسك، هيك بدي إياها تطلع معكم. بسم الله. والله النتيجة طالعة معنا مليون. هي الطريقة لازم تجربوها لأنه رح تدعوا له للشيف علي. تحياتي إلكم. وقت تساووا الجبنة الدهن بالبيت ما تكتروا الكمية لأنه ما حطينا لها مواد حافظة. هي الجبنة بتتحمل معكم بالبراد من الأسبوع لل10 أيام. تحياتي إلكم.